ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بالجيركن ده هنعمل فكرة جميلة جدا. اول حاجة زي ما انتم شايفين كده شلت الاستيكر اللي عليه، وده بيكون سهل جدا ما فيهوش اي مشكلة. وبعد كده هاخد الجزء اللي تحت ده، انا حبيت بس احدد بالقلم كده لان انا هقص بالقطر فما يبقاش مش منتظم معايا يعني. كده تمام. هبدأ بعد كده استخدم القطر في ان انا افصل الجزء اللي انا عايزاه بالشكل ده. هبدأ اخلص القص بالطريقة دي. الفكرة هتكون سهلة وبسيطة، واي حد هيقدر يعملها بمنتهى السهولة ان شاء الله. وهنشوف من خلالها ازاي نستغل اي قطعة ملابس باظت عندنا وخلاص ما بقيناش نستخدمها، هنستخدمها النهاردة هي والجيركن ده. استخدام جميل جدا وهتطلع في منتهى الجمال وعملية جدا. كده تمام. هبدأ بعد كده ارسم شكل الايد على الجزء التاني ده، نص دايرة كده بالشكل ده، وهقصها. طبعا انا هحتاج 2 بنفس الشكل، هستخدمهم كايد للمنظم اللي انا هعمله ده. هبدأ اقص برضو بحيث ان هي تاخد شكل الايد بالظبط اهو بالطريقة دي زي ما انتم شايفين كده. القناة عليها افكار كتيرة جدا وكلها ان شاء الله هتعجبكم، فلو مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار لو نزلت اي فكرة جديدة. وكمان ما تنسوش اللايك والشير علشان اصحابكم يشوفوا نفس الافكار دي، والكومنت الجميل اللي انا طبعا بستناه منكم دايما. هنا انا بدأت اعمل الايد التانية لان انا طبعا هحتاج 2 بنفس الشكل. بس كده. وبدأت اقصها عشان برضو تبقى مجوفة من جوه بالشكل ده. اي اجزاء مش متساوية طبعا ببدأ اظبطها، مفيش مشكلة. ودي بلوزة كانت قديمة عندي ومش محتاجاها خلاص، وفي اجزاء منها باظت فقررت استخدمها في الفيديو ده. تعالوا نشوف هنستخدمها ازاي. انا هاخد بس مقاس الجيركن بتاعي، وهبدأ اظبط المقاس عشان لما اقص الجزء اللي انا هحتاجه من قماشة البلوزة اللي عندي. طبعا ممكن استبدل القماشة دي باي قماشة عندي تانية، قماشة بنطلون زي ما استخدمنا قبل كده رجل البنطلون الجينز. ممكن نستخدم قماشة طرحة قديمة عندي انا ما بقيتش استخدمها، او مقطوعة، او اي حاجة. حتى لو الهدوم مقطوعة او يعني فيها جزء بايظ، احنا طبعا هنركن الجزء اللي بايظ ونستخدم الجزء السليم في الافكار اللي احنا بنعملها. كده تمام. هبدأ بعد كده اغلف الجيركن بتاعي بالقماشة دي. وطبعا انا سبت مسافة 2 سنتي فوق و2 سنتي تحت زيادة بحيث ان هو هدخلهم واتنيهم لجوه. هنا هبدأ اثبت كده القماشة بالشكل ده. والجزء طبعا اللي انا مش هستخدمه ده هقصه لان انا هغلف بيه القاعدة بتاعت الجيركن. كده تمام. هبدأ اقص الجزء ده، وطبعا زي ما قلت لكم كده ده ليه استخدام ان انا هغلف بيه قاعدة الجيركن في الاخر. هبدأ بقى اقفل كده الاجزاء الزيادة اللي انا سبتها من فوق ومن تحت دي، هغلف بيها الاطراف. هحط شمع واتنيها لجوه بالشكل ده بالطريقة دي. انا غلفت الجزء اللي فوق.
هاتني برضو الجزء اللي تحت ده واثبته كده بمسدس الشمع، بنفس الطريقة، ودي هثبتها برضو بالشكل ده، وهقص اي زيادات. بالطريقة دي. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الفكرة ونفذتوها تبعتولي صور الفكرة اللي انتوا نفذتوها في الكومنتات، ولو في اي فكرة مش موجودة عندي على القناة ابعتولي صورتها وانا هبدأ اعملها لكم بإذن الله في فيديو مخصوص. هنا انا هبدأ بعد كده اغلف اليد اللي انا قصيتها بخيط الخيش زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي. وطبعا انا احتجت بس ان انا احط شمع في الاول وفي الاخر بس، لكن الباقي هستخدمه من غير اي شمع، لان هو طبعا ايه يعني مسافات قريبة من بعضها مفيش اي مشكلة. هثبت اهم حاجة الاول والاخر، البداية والنهاية بالشمع كويس جدا عشان ما تفكش مني. وعملت الايد التانية بنفس الطريقة، غلفتها برضو بخيط الخيش، وبعد كده ثبتهم كده على الطرفين، اثبتهم كويس جدا. وطبعا زي ما انتوا شايفين بقى عندي احلى منظم ممكن نستخدمه للتسريحة او لادواتنا اللي احنا طبعا بنقعد ندور عليها في كل مكان. وده لولي اللي هو النص حبة، بدأت اثبته كده بالشكل ده بمسدس الشمع برضو. الفكرة سهلة وبسيطة واي حد هيقدر يعملها بمنتهى السهولة، ومن خامات كلها موجودة في البيت. وممكن جدا لو ما عملناش بيها فكرة زي كده الحاجات دي تترمي وما نستفادش بيها بأي حاجة. ده بقى شكلها النهائي. انا استخدمتها، حطيت فيها التوك بتاعت بنوتي، وبقى شكلها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هتشوفوا كمية التوك اللي خدت كمية توك كتيرة جدا. مستنية طبعا رأيكم في الكومنتات، وما ننساش اللايك والشير والكومنت الجميل، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.